بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الدافع ليا إن أنا أعمل الفيديو دوت إني قريت بوست على الفيسبوك. كان حد اتفرج على الحلقة الجميلة بتاعت حازم مع CBC بتاعت خير رمضان، ولفت نظري جدا إنه عمل كومنت قال إن هو كان بيحترم الراجل كتير جدا، قصده حازم يعني، لحد ما اتكلم عن البيبسي وساعتها صدمة النظر يعني. المهم، طبعا دي تلكيكة، لأن صعب جدا اختصار شخصية زي شخصية حازم يعني في معلومة بصرف النظر عن كونها صح أو غلط. ثانيا برضو لفت نظري إن الشيخ حازم لخص الإجابة على السؤال دوت لما كان سأله محمد دياب، لما قال له إنها دي مشكلة ثقافية. آه، في الحقيقة البداية جت معايا في إن من زمان وأنا بشرب البيبسي والكوكاكولا، لكن للأسف الشديد ما بحسش بفرق كبير بينهم يعني. المهم جبت العلبتين للبيبسي والكوكاكولا، وقارنت بين المحتويات بتاعتهم ولقيتها تقريبا واحدة. فقلت لو شوف ايه المعلومات اللي موجودة على الويكيبيديا اللي بيستشهد بيها محمد دياب. لقيت ان هنا في معلومات بيقول ان المشروب البيبسي دوت كان اول ما اخترع كان مسمى باسم براد مشروب براد، وان في 1903 تحول اسمه للبيبسي. وبيقولوا أيضا هنا برضو إن تسمية البيبسي اتسمت نسبة للبيبسين ومكسرات الكولا اللي موجودة في المكونات الأساسية بتاعة البيبسي. تابعت الريفرنس أو المرجع اللي جايبين منه المعلومة، وفتحت الصفحة. لا، هنا طبعا بيتناولوا التاريخ بتاع البيبسي وازاي اخترع ومين اخترعه وتاريخ ايه والكلام ده كله. لكن لفت نظري هنا معلومة صغيرة بتقول ان في اختلاف، هل كان البيبسي لما تم انتاجه كان في بيبسين ولا لا. وده خلاني اعمل سيرش وادور على المعلومة دي. وانا بدور لقيت ان في مجلة مشهورة او مجلة محترمة، الامباكت فاكتور بتاعها 6 يعني، مجلة محترمة جدا اسمها شيكاغو درينك جورنال. فيها منشور بحث علمي بيتناول تاريخ البيبسي. لقيت إن المعلومات اللي موجودة في الملخص بتاعة البحث بتقول إن هو تم اكتشافه ما بين 1820 و 1840، وإن تم إنتاجه أو تم الحصول على صورة نقية منه سنة 1930، وكان المصدر بتاعها البيبسين كان متاخد من الخنزير. إيه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام ده هو إن تقريبا مفيش علاقة بين البيبسين، لأنه اكتشف لأن البيبسين أصلا كان متاح بشكل نقي بعد بداية إنتاج المشروب البيبسي سنة 1903. إذا مفيش علاقة، إذا ده يؤكد إن البيبسين ما كانش موجود في البيبسي. إذا العلاقة ما بين البيبسين والبيبسي هي نفس العلاقة ما بين البيبسي والpay every penny to save إسرائيل. هي علاقة مجرد علاقة دعائية، إذا كانت هي أصلا موجودة أصلا في حالة ربط البيبسين بالبيبسي. في الحقيقة بحب أكد إن أنا في النهاية ليا كام جملة كده بسرعة هقولهم. آه، إني عملت الفيديو دوت دفاعا عن الشيخ حازم، لأنه فعلا إنسان يستحق إن الواحد يدافع عنه، مش بس بإن هو يعمل له توكيل أو يديله صوته، لا ده إنسان فعلا يستحق إن الواحد يدافع عنه بالنفس والمال، وإن الواحد لا يألو جهدا من نصرة هذا الرجل. تاني حاجة أحب أكد عليها إن حازم بالنسبة لي يعني حلم حلمت بيه من زمان جدا، وأمل كبير كان الواحد بيجي في خياله من مجرد لما نقرا تاريخنا العظيم، تاريخ الأمة الإسلامية كله، ولما كان الواحد بيقارنه بين الوضع الحالي اللي احنا كنا عايشين فيه من بعد محمد علي لحد دلوقتي، وحالة الانهيار على كل المستويات اللي احنا بنعاني منها. فعشان كده كنت أتمنى إن يجيلنا قائد أو زعيم يقود البلد لاستعادة، أو يقود أمتنا بشكل عام لاستعادة مجدها. أخيرا أحب أقول لكل الناس أدركوا اللحظة الفاصلة لنحيا كراما ونستعيد مجد أمتنا. شكرا، والسلام عليكم.